اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا احلى ناس في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وحياة ربنا بجد وحشتوني. يا رب تكونوا دايما بخير وفي افضل حال. مفتقدة التعليقات بتاعتكم الجميلة. كلام كله زي العسل، انتوا اصلا ناس زي العسل وحياة ربنا. ربنا يديم المحبة. تعالوا شايفين القمر ده؟ فراخ مشوية، بس غاية في الروعة والجمال. يلا بقى مش هكتر عليكم، بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله كده. يلا اعملوا له لايك. لايك يا جماعة بيشجعني وبيرفع لي الفيديو بتاعي. يلا بينا بقى نشوف هنعملها ازاي. طبعا انا هنا معايا فرخة غسلاها كويس جدا ومقطعاها، والتتبيلة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. معايا فلفل، معايا طماطم، معايا بصل، معايا توم، معايا ليمونتين مقطعاهم كده شرايح زي ما احنا شايفين. معايا طبعا جميع التوابل اللي موجودة متوفرة عندك، مفيش اي مشكلة. معايا كزبرة، معايا كمون، معايا بابريكا، معايا توم بودرة، معايا بصل بودرة، معايا فلفل أسمر حب، بيبقى أقوى على فكرة من المطحون، حلو قوي. معايا ورق لورا، معايا جنزبيل، معايا قرفة. أي توابل يا جماعة متوفرة حطوها، أي توابل. معايا برضو حوالي فصين 3 من الحبهان. طبعا التتبيلة دي بتبقى قوية جدا، أنا ما بستغناش عنها وما بعملش إلا هي. يعني فراخ مشوية يبقى التتبيلة دي مفيش غنى عنها. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. خلاص احنا اتفقنا على التتبيلة وقلنا المكونات بتاعتنا. يلا بينا نروح بقى واخدين المكونات اللي احنا شايفينها، التوابل دي كده زي ما احنا شايفين، هنروح حاطينها في قلب الخلاط. آه وطبعا يعني عايزة اقول لكم بصراحة بأمانة والله العظيم بجد دي من احلى التتبيلات اللي انا جربتها واللي انا عملتها. يعني انا عملت اكتر من تتبيلة الفراخ المشوية، لكن دي كانت احسن تتبيلة انا وصلت لها وكانت احلى طعم. بأمانة يا جماعة هتشرفكم جدا 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 لو جربتوا الطريقة دي، هتشرفكم في عزومات بقى في اي حاجة. آه، حلوة قوي. طبعا عايزة اقولك لو انت وصلت معايا الفيديو لحد هنا، اتمنى ان انت تعملي لي تعليق قمر زي كده. وما تنسوش يا جماعة اللايك، اللايك بالله عليكم. آه، طبعا انا حطيت بقى البصل برضو والطماطم والفلفل مع الثوم، مع شرايح الليمون. نزلت كده بشوية ما يعادل معلقتين كده من الخل كبار، وزيهم زيت. تمام. طبعا انا هكتب لكم المقادير دي في صندوق الوصف. خلاص بقى انا هنا بقول لكم آه ان انا نسيت كوبايه الزبادي بس جبتها اهوت. طبعا هحط بقى كوبايه الزبادي دي على برضو. وعلى فكره مش عايزه اقول لكم يعني، آه لو ما فيش زبادي ما توقفيش نفسك، ما فيش اي مشكله. في لبن ماشي، ما فيش لبن ما فيش مشكله. آه، في لبن رايب، لبن مقطع، بصوا حتى لو ما فيش لبن خالص نقدر نستغنى عنه، ما فيش اي مشكله. خلاص انا كنت هنا بقى ايه عملت ايه؟ خلاص ضربتها في الخلاط زي ما احنا شايفين كده. انا عايزه اقول لكم كانت ريحتها حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. كانت جميله بصراحه. مش عارفه اقول لكم ايه، انتوا هتجربوا وتحكموا بنفسكم. طبعا انا هنا الفراخ عامله فيها فتحات كده زي ما احنا شايفينها بالشكل ده عشان تشرب من التتبيله. طبعا كل ما بيتيها في التتبيله او غيبتيها فيها تديكي طعم احلى. كمان مش هتغيب معاكي في السوا. عايزه اقول لكم ان الفرخه دي كانت ما شاء الله حوالي، يعني كانت داخله على 3 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله كانت كبيره. ورغم ذلك ما غابتش معايا على الفحم خالص. ليه بقى؟ لان بصراحه التتبيله دي حلوه قوي. عايزه اقول لكم ان علبه الزبادي مع الخل كده، مع التوابل اللي احنا حطيناها دي قشرة بصل، بتفتت الأنسجة بتاعة اللحمة كده، بتخليها ايه دايبة كده. ومجرد بس ما بتشم النار بتبقى حاجات بسيطة تلاقوها استوت، بتديكي نتيجة هايلة. بأمانة أنا كنت مبسوطة قوي وأنا بعمل الطريقة دي. خلاص بقى أنا هنا كنت فاتحة الزبدة زي ما احنا شفنا كده. طبعا عشان يستوي أسرع برضو وأسرع،
وكمان علشان كان زي ما قُلت اللهم بارك كبير، فطبعًا كان ممكن يغيب منّي، فأنا طبعًا ما حبيتش حاجة زي كده، لإن طبعًا عايزين فراخ مشوية آمم تبقى دايبة وحلوة. المهم خلاص بقى أنا هنا خلاص كنت أنا حطيتها في التتبيلة، هاحطها في التلاجة من بالليل. أنا بيّتها ليلة بالضبط، من بالليل لتاني يوم الضهر اللي كنت باشوي فيها، ادّتني نتيجة ممتازة، ممتازة. بُصّوا بقى التكة دي بقى فرقت معايا جدًا، جدًا، جدًا. ويمكن كمان دي من الحاجات اللي بتسوّي الفرخة بسرعة جدًا، ما بتخلّيهاش تتحرق معانا، وفي نفس الوقت بتبقي محافظة على نضافة الشبكة برضه. طبعًا إنها بتطلّع عينينا لمّا بنيجي نغسلها، بس الطريقة دي حلوة أوي. أنا جِبت حتّة كده ورقة فويل تمام، هاحطها على ناحية واحدة بس من الشبكة، يعني أنا مش هاحطها من ناحيتين لأ، أنا هاحطها بس على ناحية واحدة، وهاقفل الشبكة عليها زي ما إحنا شايفين كده. بُصّوا بقى أنا كده كنت ولّعت الفحم وحطيت الفراخ، مش عارفة الحتّة بتاعة الفيديو تقريبًا اتقصِّت منّي. بُصّوا أنا هنا معايا سكينة وكل شوية كده باقعد أنغّص كده في اللحم عشان خاطر بس أتأكد من إن هو استوى، وكمان يشرب من الفحم قدر الإمكان. بُصّوا بقى أنا عاوزة أقول لكم إن ما غابتش، والله العظيم ما غابت على النار خالص. بُصّوا الجمال والحلاوة، شايفين عاملة إزاي؟ خلاص بقى هي كانت استوت معايا. طبعًا أنا كنت عاوزة أقول لكم إن أنا كل شوية كنت باقلّبها من الجنب ده للجنب ده، و وخلاص بمجرد بقى ما لقيتها خلاص دابت معايا من السوا كده، رُحت شِلت ورقة الفويل كده زي ما إحنا شايفين، وابتديت إن أنا أدّي لها لون من ناحيتين الاتنين. طبعًا ما شاء الله اللهم بارك كانت الريحة جبارة، بأمانة وحياة ربنا جبارة. زي ما إحنا شايفين كانت الفراخ خلصت معايا، تقدّميها مع مكرونة، طبق رز ما فيش مشكلة بسمتي، شوية طحينة، شوية بطاطس كده مقلية زي ما أنا عملت. بس طبعًا عايزة أقول لكم إن ولادي بصراحة يعني ما كانوش قادرين بقى يستحملوا وأنا والله. خلاص هنا الفرخة كانت استوت معايا، والله العظيم بجد يا جماعة كانت juicy جدًا. أتمنى إن أنتم تجربوا الوصفة دي، هتدعوا لي من قلبكم. وأتمنى كمان يا أحلى اخوات في الدنيا إن أنتم تعملوا له لايك وتشجعوني، وربنا يحسن ما بين إيديكم.